في وسط هاد التطور الكبير ديال الاي اي ضروري ما تكون سولتي راسك واش ما غاديش يبقى عندنا دور ولا بديتي كتخاف من المستقبل اللي كيبان لينا كاملين باللي مجهول خصوصا من ناحيه الوظائف. ولكن في هذا الفيديو غادي نشارك معك نتائج البحث ديالي في هذا الموضوع، فكنصحك تكملوا للاخير. حسب دراسة ميكينزي تقريبا 25% من المهام اللي كيديروها البشر اليوم يمكن الاي اي يديرها قبل 2030. ومن جهة أخرى منظمة او اي سي دي كتقول أن ما بين 27% و 46% من الوظائف في الدول المتقدمة مهددة، ولكن أغلبها غادي غير يتغير ماشي يختفي بصفة تامة. وحتى تقرير وولد ايكونومي فورم في 2024 قال بصراحة الذكاء الاصطناعي غادي يخلق لنا 69 مليون وظيفة جديدة، ولكن غادي يخلي 83 مليون وظيفة تختفي. فباش نكون واضح كاين ثلاثه ديال الانواع تاع الوظائف اللي فعلا معرضه للخطر، اللي هما الاعمال الروتينيه بحال ادخال البيانات وكتابه التقارير وداك الشيء، وخدمات الدعم السريع بحال الكول سنتر اللي كيجاوب على نفس الاسئله كل نهار، والمهام اللي ما كتحتاجش ابداع بحال ترتيب المعلومات والمهام الاداريه المتكرره. هاد المجالات الشركات بدات فعلا تعوضها بالذكاء الاصطناعي حيت هو اسرع وارخص وما كيحتاجش راحه. ورغم هاد الشي كامل AI ماشي غير كيدير المشاكل، بالعكس كاين شركات كتخلق فرص جديدة بسببه، بحال نيفيديا كتطلب آلاف مهندسي الروبوتات والاي وأوبن اي ضاعفت عدد المهندسين 3 ديال المرات. اما امازون فرا كتوظف بشكل كبير في مجال الروبوتات واللوجيستيك الذكي. وبشكل عام 80% من الوظائف في العالم ما غاديش تختفي، ولكن حوالي 70% منها غادي يتبدل فيها جزء كبير من المهام. فهاد الشي كيعني ان الذكاء الاصطناعي ماشي عدو للانسان، ولكنه غادي غير ياخذ الاعمال الممله والمتكرره ويخلي الانسان الاجزاء اللي فيها الابداع والتحليل والتواصل واتخاذ القرار. يعني المستقبل ماشي اي اي ضد انسان، ولكن انسان كيعرف يستعمل الاي اي ضد انسان ما كيعرفش. اذا الجواب بسيط، الذكاء الاصطناعي غادي ياخذ بعض الوظائف ولكن ما غاديش ياخذ كل شيء. اللي فعلا غادي يربح في المستقبل هو الشخص اللي كيتعلم كيفاش يخدم بادوات الاي اي ويخليها تخدم معاه ماشي ضده. وقل لي في التعليقات واش كتشوف الاي اي فرصه ولا خطر؟